بيان إلى الرأي العام. لم يتوقف المحتل التركي منذ احتلاله لمدينة سريكانية عام 2019 عن ممارسة سياساته العدوانية الممنهجة بالأساليب المختلفة، تارة بالقصف العشوائي اليومي لمناطق آهلة بالسكان المدنيين، وتارة بالطائرات المسيرة، وتمارس في حربها ضد أبناء المنطقة بكافة مكوناتها بقطع المياه منذ ما يقارب 4 أشهر بالقطع التدريجي إلى القطع التام بتاريخ 22/8/2022 للمياه الذي هو شريان الحياة للمدينة، وبالتنسيق مع روسيا وإيران والنظام السوري، وخاصة بعد القمة الثلاثية الأخيرة في طهران. زادت هجماته على المنطقة واللامبالاة الحكومة السورية التي اتخذت الموقف المتفرج في هذه الحالة الإنسانية وصمت الضامن الروسي، وبذلك بهدف إفراغ المنطقة من ساكنيها وخلق الصعوبات للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وبعد الضغوطات الدولية سعت روسيا إلى إعادة تشغيل محطة علوك بالتواصل مع المحتل التركي بتاريخ 19/10/2022 وبالتفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بصيغة الكهرباء مقابل المياه، الرافد الرئيسي للمدينة في مدينة الحسكة التي يقطنها 1,200,000 نسمة. والتزمت الإدارة ببنود التفاهم الذي جرى مع الجانب الروسي بتغذية محطة علوك ومدينة سريكانية بالتيار الكهربائي باستطاعة 3 ميجا واط ساعي. وبالرغم من تجاوزات المحتل التركي في الاستجرار الزائد للتيار الكهربائي الذي وصل إلى ما بين 6 إلى 8 ميجا واط ساعي، مستغلة حاجة الحسكة إلى المياه. وبالرغم من ذلك لم يصل الوارد المائي بالشكل المطلوب، مستخدمة أسلوب المماطلة والتسويف، حيث ازدادت معاناة الأهالي لقلة المياه النظيفة والبديلة لمياه محطة علوك، بالإضافة لانتشار الأوبئة مثل الكوليرا. لذلك نطالب المجتمع الدولي والتحالف ضد داعش والضامن الروسي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على المحتل التركي لتحييد محطة علوك عن النزاع حسب ما أقره القانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق الدولية التي تعتبر جريمة حرب بامتياز حسب المادة 6 الفقرة ج، والذي ينص أن الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسيب عمدا في إهلاك مادي يعتبر جريمة حرب. لقد حاولنا مرارا للعمل على تحييد محطة علوك عن الصراع الدائر، والمطالبة من الجهات الدولية ذات المصداقية على وضع المحطة تحت إشرافها، وبذلك نكون قد أنهينا معاناة المدينة من تحكم المحتل التركي بالمصدر الوحيد للمياه. إن هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذه المنطقة والمدينة التي قدمت فلذات أكبادها في محاربة الإرهاب المتمثلة بداعش الذي شكل خطرا عالميا ولا يزال. لذا تم اتخاذ القرار بقطع التيار الكهربائي عن علوك، المديرية العامة لمياه الشرب في الحسكة.